بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، هذا أول إن شاء الله أول المرضى نستقبله بحسينية الرحمن، نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. راسي وجع. نعم، هذا زوجها يتحدث عن الأعراض اللي صارت بهاي زوجته. نعم تفضل. راسي وجع، تختنق من البيت، نفس ما يقول ليلها ما تنام براحة، النهار كله تبكي راسي تشكي بس من راسي. ايش قد صار لكم متزوجين؟ 8 أشهر. نعم، شنو الأوجاع تصير عندها؟ بس راسي اوديها لها شوي تصير زين، اجيبها لها لي راسي. نعم، يا نتوكل على الله بمحمد. إذا يصير خدر برجيها وألم ظهرها وصداع براسها وثقل بكتافها وضيق بصدرها وأحلام تعبانة ومن طب البيت تتضايق. من تخلص هاي الجلسة إن شاء الله نروح لبيوتهم إن شاء الله بإذن الله ببركة محمد وآله. فهاي الحسينية إن شاء الله راح نستقبل بها الناس من البصرة أو من جميع المحافظات بإذن الله ببركة محمد وآل محمد. اليوم نعتبر أول استقبال لأحد المرضى إن شاء الله، وراح نبقى على نفس الترتيب اللي قلنا به بأنه إحنا صباحا بحسينية الرحمن إن شاء الله لاستقبال المرضى، وليلا بالجمعيات. نعم، هاي حديثة الزواج صار لهم 3 أشهر 8 أشهر العفو. أي يقولون من بداية الزواج ولحد الآن ما خلينا لا دكتور ولا يعتب علينا، نفس الصداع ونفس الآلام اللي جاي، ما أي تغيير، أي يعني يقول العلاجات أي تأثير لها، ما لها أي تأثير. فاستنجدوا بعلاج القرآن ومحمد وآل محمد. نعم، خلوا إيدها على القرآن بإذن الله ببركة محمد وآل محمد. خلوا إيدها اثنينات على القرآن بمحمد وآل. نعم، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضر العلاج ارفعوا لي وحده من يديها بالصلاة على محمد وآل محمد. حاضر العلاج ارفعوا لي وحده يديه بمحمد وآل محمد. نعم، إذن حاضر العلاج بإذن الله. رجعوا يديها على القرآن بعد. نعم، هذه الإنسانة إذا بها ضر قدموا القرآن على رقبتها، وإذا ما بي شيء نزلوها للأرض ببركة محمد وآل محمد. نعم، نتوكل على الله يا الله. إذا ما بها أي شيء يعني ما بها ضر. نعم، إذن إن شاء الله نزلوا ديها. إذن هاي الإنسانة ما بها ضر. الضر وين؟ راح نروح لهم للبيت بإذن الله. إذن ضرهم بالبيت، تقول من أطب للبيت أو للغرفة الضايق أو اختنق. ما بها أي شيء. هاي يسمونه تشخيص بالقرآن. نعم، هسه عالجوها جسديا، رجعوا ايديها اثنينات على القرآن، خل تمسك القرآن باثنين ايديها. هسه نعالجها جسديا لأن عندها صداع مو طبيعي. أول مرة تشخيص ثم العلاج. نعم، رجعوا ايديها على القرآن بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هاي الحسين إن شاء الله جاهزة بإذن الله ببركة محمد وآل محمد. نستقبل بها الناس إن شاء الله نهارا بإذن الله ببركة محمد وآل محمد.
عالجوا راسه بإذن الله، عالجوها جسديا، ارفعون القرآن على راسه بإذن الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الله محمد وآل محمد. بعد انتظار طويل إن شاء الله محمد بعد انتظار طويل الله حقق إن شاء الله اللي يريد رب العالمين إن شاء الله، وهو افتتاح الحسينية واستقبال المرضى. اللهم اجعل أفئدة الناس تهوي إليه لقضاء حوائج الناس يا الله، واجعلها قربة وطاعة إلى وجهك الكريم وثواب محمد وآل محمد، وإلى تعجيل إمامنا المهدي المنتظر، واجعلنا من أنصاره. أرواح أماتنا أمات الحاضرين ومن لم يذكرهم ذاك. إذن ثواب عام بإذن الله، فنسأل الله القبول، أن يبعد عنا الرياء والعجب إن شاء الله بكل شيء. زكاة العلم هو نشره، هذا مو يعني نقول معاجز القرآن ومناقب علي بن أبي طالب وأهل بيته في هذا ننشره، وسوي يعني نشر على القناة، نشر على هاي الناس الطيبة إن شاء الله، تنشر أي واحد عنده مريض بإذن الله تشفى بإذن الله. إذن هذا خلوا الألم، خلى القرآن على الألم. براسه بمحمد وآل محمد. وين الوجع مالته؟ حركوا له القرآن على الجزء من راسه اللي بيه وجع بإذن الله. يقول صداع مو طبيعي، لا ليل ليل ولا نهار نهار، هي تتحدث وأهل بيتهم يتحدثون بهذا الأمر. واللهم شافي كل مريض بحق محمد وآل محمد. نعم، هاي الحسين إن شاء الله كاملة بإذن الله إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد. نعم، إذا راح الوجع إن شاء الله راح تصلي على محمد 3 مرات بإذن الله، فإن شاء الله ننتظر النتيجة من رب العالمين. جلسة تحتاج بإذن الله. نعم، كم جلسة تحتاج؟ تحتاج جلستين تحتاج. نعم، إذا خلصت الجلسة انطونا القرآن بالصلاة على محمد وآل محمد، واحدة نزلوه بالأرض والثانية يرفعوا لي القرآن بالصلاة على محمد وآل محمد. نعم، إذا خلصت أفلح من صلى على محمد وآل محمد. نعم، إذا خلصت صلى. نعم، قعدوا هي والقرآن بإذن الله ببركة محمد وآل محمد. قعدوا يا الله بمحمد وآله. أفلح من صلى على محمد. شوف يتبين وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله.